طاسه اي حاجه، بقطعها اتنين، ونص بنضف بيه من بقايا الاكل، ونص بقى ايه ببقى مكبره واحده ومصغره واحده عشان اعرفهم من بعض، ونص التاني بعمل بيه ايه، بغسل بيه الطاسات التيفال او اي سيراميك عندي. وتجيبي بخاخه قديمه عندك وتحطي فيها شويه كلور بعد ما تغسلي الحوض، وتروحي جايبه بقى تجيركن ازازه الصابون عندك، وتروحي مطهراها زي كده، مطهره الحنفيه من فوق وتحتيها كده، والحيطه اللي جنب ورا الحوض ورا الحنفيه. وتمسكي بقى اللوفه الاستانلس دي بتستحمل، ولو بلاستيك حطي عليها خل، وامسكي بقى ايه، عقمي حوضك كده هو بكام بخه، وسيبيه بقى كده حوالي 10 دقايق، ما تشطفيش ايدك في الحوض لان انا رشه في المصافي. وتروحي رايحه فين، شطفاه في اي حوض تاني، وتيجي بعد كده كام دقيقه، وتخلي بالك بقى بس من اطفالك ما يحطوش ايديهم على الحوض في الوقت ده، هيلمع وهيبقى شكله جميل. اديله شطفته بقى نظيفه، وسيبيه بقى كده هو، تتفرجي بقى على المصافي دي من جوه هتبقى فاتحه وشكلها جميل، مش هتبقى مسوده كده وبتطلع روايح من قدامك. واشوفه في فيديو جديد.